خلص سناء، جيبي لنا جميلة ومن بكرة الصبح نترك الضيعة. ونترك شرفنا؟ ما حدا فيكم رح يقرب من جميلة. انت لازم تحلف يمين انك ما تقرب عليها. ما رح خلي حدا يمس ولا شارة من بنتي جميلة، وأنا بحلف يمين بالله العظيم على هالشيء قدامكم. جميلة، اطلعي حبيبتي ولا تخافي. يلا بنتي، بدنا نرجعك على البيت. بس أهلي رح يقتلوني. أمي أخذت منهم وعد، والشيخ إبراهيم حلف أبوكي إنه ما يقتلك، وأبوكي وافق وحلف. يلا يا بنتي. جميلة ليش عم تبكي؟ هي أبوكي رح يسامحك. أنا فشلانة، ما فيني أطلع بعيون أبي. كيف بدي واجه أهلي وشو رح أقول لهم؟ بس نحن لازم نرجع على البيت، أهلك عم يستنونا. ما فيك تضلي هون. لا تبكي، لا تبكي حبيبة قلبي، خلص. حبيبي يا ابني. كيف صار ابني هلأ؟ تجاوز مرحلة الخطر. ألف الحمد والشكر إلك. لا تخافوا. عال دكتور، كيف وضعه هلأ؟ العملية كانت صعبة بس وضعه مستقر. خلينا نشوف الولد ونطمن عليه إذا كان عن جد منيح ولا لا. هلأ بتشوفوه، بس ما فينا نخليه هون، لازم تاخدوه على المشفى. كل يوم كانت تزيد عنا على البيت. عم تحكي جد؟ معلش ألعب معكم؟ لا، نحن ما عاد نلعب معك بنوب. لا تحكي معنا. لا بقى تقرب علينا، عم تسمعني؟ يلا بسرعة نروح. يلا خلونا نمشي. يلا لاحقينا. سمعتوا؟ قال جميلة هربت مع الدكتور. شو؟ أنت خليكي بشغلك. عن جد قليلة حياة. حطت راسنا بالوحل وشوهت سمعة الضيعة كلها. انت جبتي لنا العار يا قليلة الحياة. حطيتي راسنا بالوحل. جبتي لنا العار. عن جد قليلة حياة. سمعتوا؟ حطت راسنا بالوحل وشوهت سمعة الضيعة كلها. قال جميلة هربت مع الدكتور. جبتي لنا العار. عن جد قليلة حياة. على مهلكم، على مهلكم، طولوا بالكم عليه. على مهلكم، روح انت، روح انت. يلا طمنا كيف صار هلا؟ الحمد لله صار منيح. على مهلكم، على مهلكم، على مهلكم، شوي شوي. ان شاء الله خير. يلا بدنا ناخده على البيت، انتبهوا عليه. يا عيون امك. شو ما عمل ما راح يكون احسن من اللي قبله. بدنا دكاترة، بدنا ياكل، بدنا دكاترة، بدنا ياكل. اسكتوا كلياتكم، اسكتوا، اسكتوا. الدكتور راح يضل بالضيعة لحتى يطيب ابني، مو هيك يا دكتور؟ يلا كل واحد يروح على بيته، حركوا يلا حركوا، كل واحد على بيته. يلا بسرعة. يلا أخي خلينا نروح، تفضل. يلا. هي أول مرة بحضر عملية وبهيك ظروف وإمكانيات صعبة.
عن جد أنت دكتور كتير شاطر. شكرا. يا ريت تروحي مع علي وديري بالك عليه. أنت مو لازمك شي؟ بدي مكان لحتى انام فيه. خذ الدكتور على بيت رواد. لحظة لجيب أغراضي. نيرمين، انت روحي على البيت. حاضر أمي. سيلين، شوفي. تعي شوي. شفتيها لجميلة بنت بدر؟ لا ما شفتها. شو رجعت على البيت يعني؟ ايه رجعت والداعة كلها دريت. قليلة الحياة بأنوش بدها ترجع وتشوف أهلها. يسلموا. قديش عمرك انت؟ 11 سنة. طيب بأنو صف؟ نحن ما عنا مدرسة بالضيعة. هي استنى شوي. لحظة، استنى، لوين رايح؟ شو هالورطة اللي حطيت حالي فيها؟ مين جوا؟ مين في هنيك؟ اطلع لبرا أحسن لك. مين في جوا؟ فوتي يا بنتي. اطمني، لا تخافي. جميلة. أحمد،
نزل هالسلاح من ايدك. أحمد أمي. وسختي شرفنا وسمعتنا وحطيتي راسنا بالوحل. أخي صدقني أنا ما علي ذنب. بدي تعرف إنه أنا انضحك علي. أحمد أنا انخدعت. أنا ما عندي أخت مثلك. ولي على مصيبة راحت من ايدينا. لا قوة إلا بالله. يا ويلي يا ويلي الشباب. دكتور طارق. شوفي ديالا. جميلة تقوصت، تعا شوفها بسرعة، بركي بتقدر تلحقها. روحي خدي الشنطاية بسرعة. يلا. أحمد أحمد وقف ابني وقف. تعال حبيبي تعال. جميلة يا حبيبي. لو سمحتي. يا رب. يا لي يا بنتي. فداك يا عمري. يا ربي. ولي على أمتي إن شاء الله. بكفي بقى وحاجة تبكي على البنت. قومي معنا. بدر لازم نجهز كل شيء مشان الجنازة وإكرام الميت، دفنه مو هيك؟ بدر شو ما عم تسمعني يا ابني؟ بدك تترك البنت هيك على الأرض؟ أنا لهون خلص دوري، ما دخلني فيها. لا تطلب مني شيء. الحكي كتير سهل يا جدو، بس لا تجبرنا على أي شيء. شوف أهل الضيعة كلهم صاروا عم يشمتوا فينا. بدر حاجة تتدخل فينا بقى. جدي طولوا بالكم شوي. انت شو دخلك كمان؟ ناوي تاكل لك شي قتله؟ قل لي نشوف يلا. وين مخبي هالواطي؟
هداء إذا بتريد، وزين كلامك. أنا ماني مخبي حدا، وقلت لك ما إلي علاقة بكل هالشغلة. مفكرني أجدب ما هيك؟ انتوا كلكم هيك كلاب وخونة. احكي وين هالواطي؟ حسون إيدك بكفي بقى. حسون نزل ايدك. خلصنا. ليش عم يعاملوني بهالطريقة؟ أنا شو سويت لهم؟ لأنك رفيقه لرواد، ولأنك كملي. شو أنا؟ لأنك دكتور. شو قصدك؟ شو بدك تقولي؟ كل الدكاترة اللي اجوا قبلك أساءوا لأهل الضيعة، وكلهم كانوا يعملوا مشاكل وبعدين يهربوا من هون. وشوف هلأ رواد شو عمل معهم. أكيد هو الثاني هرب. إذا هيك بيعاملوا كل واحد بيجي لهون، بقى شي طبيعي إنهم يهربوا. إيه لا دكتور، ما معك حق تقول هيك، اسمح لي. يعني بدك أهل الضيعة يحترموكم ويعاملوكم منيح، وأنتوا تأذوهم وتهربوا منهم على المدينة، مو هيك؟ لازم يتحملوا منكم كل شيء، وما بيحق لهم لا يعصبوا ولا يزعلوا، ما هيك؟ ولما اجى الدكتور كانت جميلة شبعانة موت. لك إيه بس هلا هداك الواطي لازم ياخذ جزاته ويتحاسب. اهلين بشيخي، اهلين شيخ ابراهيم، تفضل. اكيد عرفت باللي صار يا مختار. ايه والله، وزعلت كثير على جميلة. واحمد اختفى وما له مبين، ولازم نلاقيه باسرع وقت مشان نسلمه دغري للشرطة. بقى اتصل بالمخفر وخبرهم بالجريمة. لازم نلاقيه لأحمد قبل ما يوصلوا لهون. ايه طبعا لازم نلاقيه، لكن ليش نحن هون؟ المختار هو القانون والحكومة كمان، مو هيك؟ كلامك مزبوط يا مختار. أهم شيء هلأ نلاقي الولد، لأنه أنت بتعرف منيح إنه الولد ما بينترك وهو بهالحالة. يلي بالجبال عم يدوروا على ولد مثله مشان يعملوه واحد من جماعته. مشان هيك لازم نتصرف بسرعة. أنا لازم روح على المستوصف، بدك مني شي هلأ؟ سلامتك، بس لا تنسي تمري على بيت حميد بيك. طيب، عن إذنك. دكتور، لا تترك البيت هالفترة، بلا ما حدا فيهم يعمل لك شي. طيب ماشي. صحيح نسيت أسألك كمان، في عندك أكل بالبيت؟ بصراحة كان في عندي شوية حواضر بس خلصوا. يا ريت تجيبي لي شي معك إذا ما في إزعاج. رح أبعت لك شوية أكل مع عمر. شكرا كتير. امشوا ندق بخوانيق ونخلياكي. وقف، استنى شوي، لساتنا بعز الظهر. ايه مزبوط كلامه، استنى لا تعتم العين. ماشي يا دكتور، رح استنى الليل. ايه والله انا بكل عمري وحياتي ما شفت مثل هالشوفة هي. ما عم صدق شلون ماتت البقرة. جماعة بيشو قتلوها. وليش لا يقتلوها؟ أكيد عرفوا إني كنت بدي بيعها مشان سدد باقي الدين، ومشان هيك اجوا امبارح بالليل وسمموا لي إياها. شو؟ عم تقولي سمموها؟ اوعك تحطي حدا بذمتك يا بنتي. لكان معقول البقرة تموت وما كان فيها شي امبارح؟ يا ربي شو عامل، بكره جايين لحتى ياخذوني. ايه والله بقيت لحالي بلا بكون مرته لرشاد. بنتي نيرمين، طولي بالك شوي يا بنتي ولا تعملي بحالك هيك. أنا بوعدك إذا كانت موتة هالبقرة على إيديهم راح يتحاسبوا اللي عملوا هيك شو ما صار. بس بالأول يا بنتي لازم نتأكد ليش ماتت البقرة. شيخنا إبراهيم، السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. فوتي لجوا. خير شوفي، قولوا لي شو بدكم. منيح اللي حضرتك موجود، لا نخلص من هالشغلة بقى ورح نفوت بالموضوع دغري. تعرفوا ليش اجينا لهون؟
سناء، مصاري جاهزين؟ طلبت منا انه نمدد المهله ووافقناك يا شيخنا، واذا ما في مصاري معناته من حقنا ناخذ نرمين. سناء كان بدها تبيع البقرة اللي عندها مشان تسد لك دينك. نعرف، بس البقرة ماتت فجأة وما بنعرف شو السبب. يمكن يكون خلص عمرها. سناء عم بتقول انتو يلي سممتوا للبقرة تبعها. شو؟ لك انت شو عم تقولي ها؟ ليش لا نسمم البقرة ها؟ يعني ما بتعرف ليش؟ مشان تاخذوا نرمين. هالحكي مو مزبوط ابدا وكله كذب. نحن ما قتلنا لكم البقرة. طيب وبركي طلع كلامها لسناء مزبوط. تثبت هالشي. انت هلا عم تحكي مزبوط يا حميد؟ نحن بدنا اثبات، ومشان هيك لازم تستنوا كم يوم كمان. وشو بدنا نستنى كمان؟ بدنا نستنى الدكتور لحتى يجي يفحص البقرة. وقديش بده البيطري لحتى يجي لهون؟ هالشي ما بيهمني، المهم نستنى البيطري لحتى نعرف مع مين الحق. حقنا كمان نعرف، مو هيك؟ ورح نستنى. مين هون؟ مين في برا؟ وينك يا ابني؟ وينك؟ ماما أنا هون، تعالي. ابني تعالي لعندي. وينك أنت حبيبي؟ وينك؟ ما عم شوفك يا ابني. أنا فوقك يا أمي. ماما تعالي خديني. حسان؟ ماما حسان اطلعي لعندي. حسان ماما اطلعي لعندي. ماما تعالي بس خديني من هون. تركني ابني. تركني ماما. تركني ابني. وين اخذه؟ وين اخذني ابني؟ حسان. دكتور، اطلع لبرا. عم لك اطلع لبرا. اطلعوا لا حقير. مالك وين خبيت هالباطل؟ اطلع لبرا. ارجيني حالك. وينك يا شباب؟ اطلع يا ندم، اطلع. نحن بنعرف كيف نطلعك هلا. اطلع اذا كنت رجال. عم تسمع؟ حسان ابني، شو صار لك؟ حسان ابني. قل لي وين خبيت الواطي؟ لا تعذب حالك حسون، أنا قلت لك ما بعرف وينه. يعني ما في غيرك مخبيه؟ سلمني اياه احسن لك. يعني كم مرة بدي أعيد لك هذا الحكي؟ قلت لك أنا ما بعرف وينه، وأصلا ليش بدي خبيه؟ شو هاد يا وعم يتفلسف؟ اسمعني منيح دكتور، يا بتسلم رفيقك. يا اما بسحب موسي وبقتلك بداله.
حسون، شو عم تعمل؟ شو بدك من الدكتور ها؟ نحن من امتى بنعامل ضيوفنا هيك؟ عيب عليك، عيب. جايب لي معك كل شباب الضيعة وجاي انت تقوى على الدكتور؟ يلا روحوا من هون، يلا امشوا، يلا امشوا. بشكرك كتير. لا تاخذنا يا ابني، هدول شباب طايشين. الصبح بدي اطمن على علي، وبعدين بدي ارجع على المدينة. حسان يا عمري، يا رب. أمي، شو عم تعملي هون لحالك؟ ولا شي يا بنتي، بس ما قدرت نام. أكيد شفتي منام ما هيك؟ لأيمتى رح تضلي هيك أمي؟ كل يوم تصرخي بالمنام وبتقولي حسان وينه؟ حسان كان عم يبكي نرمين، كان عم يقول لي ماما تعي ساعديني. بس يا أمي أنت شو عم تحكي؟ شو نسيتي إنه أخي ميت صار له زمان؟ الله يوفقك، هذا ابني الوحيد، ما بدي اياه يموت. طالعه من الضيعة لساته صغير، حرام يقتلوه، سلمه لشي ميتم، بس المهم انك تنقذه. يا عمري انت. ابني حسان. أمي، شبكي ليه ما عم تردي؟ ايه يا بنتي، اخوك مات من زمان، المهم هلا انت جنبي. شو يا عبدو، تعلمت الرعي بالخواريف ولا لسه؟ لا تخاف علي يا سيدو، أنا صرت أعرف أرعى أحسن منك بكتير. إيه هلا بنشوف مين بيعرف يرعى خواريف أكثر من الثاني، وبنشوف مين فينا بيقدر يمرق خواريفه من دون ما يشربوا مي. إيه موافق، بس بالأول خلينا نطلع بيهم منيح لحتى يعطشوا، اتفقنا؟ إيه موافق. يلا يا أولاد روحوا أنت وياه، جيبوا لنا ملح بسرعة، روحوا. يلا روحوا. يلا حرك. بتعطوه من الدواء بس ترتفع دكتور، عم نستناك على العشاء. الله يديمك، أنا اليوم مسافر. ايه، وابني شو رح يصير فيه؟ ديالا بتنتبه عليه، ولا تنسوا تعطوه الدواء بموعده، إن شاء الله مع فاية. طيب، شكرا كثير يا حكيم.
شكرا كتير. سلمي تفضل لي. يا ابني، الله يرضى يلا عن عنك. اذنكم. يلا بخاطركم. الله معك، مع السلامة. تفضل تفضل. بعد من هون انت وياه ولا؟ طول بالك. وينك؟ ساوي لي شاي حاضر. بسرعة. مو معقولات بس هلا يعني ما هو اخرنا شو هلا بتبين كل القصص. ايه هلا بنشوف مين راح يربح. استنوا لنعرف شو هو الرهن. انا بقول عبده بده يربح. لا يا شاطر سيدي. يلا انت بلش بالاول عبده. بتراهن اخي؟ ابراهيم بس بالاول خلينا نتفق على الشرط. اخي احكي انت شو بدك؟ شهدوا يا جماعة، خسران بيناتهم بده يحمل الربحان وغنماته وينقلهم على ظهره للطرف الثاني. والله هذا الشرط منيح. ايه ماشي انا موافق. خلص يا صاحبي لكن خلينا نبلش مسابقة. يلا يلا تعال عندي. يلا يلا برو يلا. ايه ماشي. يا شباب هي مرقت. يلا جهز حالك سيدو، جهز لي حالك. برافو برافو عليك يا ناس الشباب. والله يلا سيدو هلا اجى دورك انت، ورجينا شو راح تعمل. اها يلا سيدو يلا يلا بسرعة بسرعة. سيدو 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 سيدو. يلا بسرعة سيدو يلا. ليك شربت والله شربت. شو هذا يا زلمة؟ معقولة ما عرفت تمرقها؟ والله خجلتنا انت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. آمين. خاطركم الله يرحمه ويعفي عنا ويجعل مسواه الجنة. يلا نفذ الشرط سيدو يلا احملون. يلا نفذ. برافو سيدو. يلا امشي. هيا انت الخسران. يلا تعال يلا. خلصت اجا دوري مشان تحملني على ظهرك. يلا سيدو تعال احملني. يلا روح يلا. يلا سيدو يلا احملون. يلا سيدو يلا. يلا سيدو يلا زل لك حتى اطلع. يلا احملني. لك اني داك على رقبتي حاسس حالي راح اختنق. يلا زل شوف. يلا امشي. يلا حلوة. يلا يلا لك لك بعد عني انت يا ولا. يا شباب بعد انت لا بعد لا. شو بدك تروح؟ ايه طريقك طويل، جبت لك هدول لتاكلهم. أنا بشكرك على كل شي ساويتيه معي. لا تحكي هيك، أنا ما عملت شي. بشوفك بخير. ديالا تفضل. حابب أحكي مع أهلي قبل ما أروح، في تليفون بالضيعة؟ في تليفون عند المختار، فيك تحكي معهم من هونيك. طيب ماشي.
والله هدول كأنهم جايين من المقبرة. ايه أكيد، ما حدا قبل يطلع بجنازة جميلة، ومشان هيك شيخنا والخالة سناء دفنوها، وما في حدا من الرجال قبل يطلع، وتركوها لجميلة مرمية على الأرض. يا حوينتها هالبنت. ليش يا حوينتها؟ ما شفتوها شو عملت؟ أصلاً هي أخذت جزاتها. يعني وين بده يكون هالولد يا مختار؟ أكيد بيكون هرب برات الضيعة. هلا وقت هذا الحكي لك ابني، عم اقول لك بدكم تلاقوه قبل ما تجي الشرطة. إما تركنا مغارة ما دورنا فيها. يا عم موسى معلش خذ الرجال وخليهم يدوروا بمحلات ابعد، اكيد بتخبي بشي قرنه. بس يا مختار دورنا عليه بكل مكان. يا اخي معلش دوروا عليه مره ثانيه، خلصوني بقى لاقوا لي اياه باي طريقه، يلا روحوا لاقوه. شو شقه الارض وبيعته يعني؟ انا بعرف. لا حول الله. خير شوفي دكتور، بدي احكي مع اهلي تليفون قبل ما اسافر من هون. تحكي تليفون؟ بدفع لك اجرة المكالمة. تفضل احكي من عندي، خذ راحتك كمان. رابعة ردي على التليفون بسرعة. ايه طيب رح رد. الو مرحبا امي. حبيب قلبي طارق، كيفك يا ابني؟ والله اشتقت لك. ايه طارق. الو طارق. بابا وينك يا ابني؟ شغلت بالنا عليك. بصراحة هون ما في تغطية للموبايل، مشان هيك ما قدرت احكي معكم ابدا. وأنا قرني هي اللي ما فيها تغطية. انا بضيعة بالجنوب بابا. ضيعة بالجنوب؟ اي بابا، بنفس الضيعة اللي بيشتغل فيها رواد، صارصو. ضيعة صارصو؟ شو؟ ليش؟ شو لك شغل هنيك؟ هالمنطقة خطرة. بابا لا تخاف علي، أنا منيح. وكمان طارق عم تسمعني؟ عم بسمعك بابا، أنت ما عم تسمعني؟ ألو بابا عم تسمعني؟ لا تعذب حالك على الفاضي يا سيدي، هالخط دايما بيتعطل وما عم يصلحوا لنا اياه. شو صار مصطفى؟ انقطع الخط. طارق شو عم يعمل بهديك الضيعة؟ وشو بيعرفني أنا؟ طالع من هون على أساس رايح لعند رفيقه، بس ما قال لي إنه رايح لهديك الضيعة. قلتك بيكون راح التقى فيها. معقولة يتذكرها لأمه؟ أكيد سناء إذا شافته رح تعرف إنه هذا ابنها. ما؟ أحسن شي سافر لعنده على الضيعة. اهدى شوي يا مصطفى، لما أخذناه كان لساته صغير كتير، وهي ما بتقدر تتعرف عليه، لأنه لما بعتنا لها صورته كان عمره 9 سنين، مشان هيك مستحيل تعرفه. أما إذا رحت لهنيك أنت، أول ما بتشوفك سناء دغري رح تعرفك، وبعدين رح ينكشف كل شي. وقتها ابننا رح يروح من بين إيدينا وما بقى نشوفه أبدا، وأنا ما فيني أتحمل هالشي، ما بقدر.